السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو بتاعنا فيه حاجات كتير قوي. هاخدكم معايا السطح نأكل الحيوان، واخدكم معايا المطبخ نطبخ الأكل ونعمل الغدا. أول حاجة النهاردة قمت الصبح عملت جبنة. أنا دايما بعمل جبنة تقريبا مرتين في الأسبوع، لأن الجبنة غالية قوي، وبعدين ما بتبقاش حلوة وما بتبقاش نظيفة زي اللي أنا عاملاها. الجبنة بتاعت المعمل بيلموا لبن الله أعلم، وبعدين بيقشطوا وشها طعمها مبقاش حلو، لكن دي جبنة بخيرها. بجيب دايما ب30 جنيه جبنة، احط عليه معلقتين ملح ومعلقتين منفعة، بس اللبن يكون دافي. بدفي اللبن شوية واحط عليه معلقتين منفعة ومعلقتين ملح، بس المعلقتين الملح الاول. وممكن تحط الملح وهو بيتحط بالطريقة دي بعد الجبنة ما تجمد، تحط الملح في النص. ولو لقيتي وتصفيه بالطريقه دي، تصفيه في مصفى، او لو عندك واحده زي دي تصفي فيها، بس اكيد ما هيبقاش عندك. تصفيه في المصفى، بس تحطي في المصفى لو خرمه واسعه تحطي فيها حته قماشه. وكنت عامله قرص قبلها بيوم، فعملت شاي وقرص والجبنه، مفيش احلى من كده. الجبنه غاليه زي ما انتوا عارفين، فحاولوا تعملوا كل حاجه في البيت. والقرص والله برضو كل حاجه. القرصه دي كنت مسخناها، قلت اكل جبنه وقرص، وعملت شاي. وعشان مش فاضيه عملت كوبايه شاي واخدتها معايا السطح. هاخدكم معايا برضو السطح ناكل الحيوان. عندي طيور على السطح، هاخدكم ناكلهم مع بعض. وانا طالعه على السلم لقيت 5 جنيه. عرفت ال5 جنيه دي بتاعت مين؟ بتاعت محمد ابني. محمد وهو بيلبس الكوتش بتاعه حطها جنبه ولبس الكوتش ومشى. فانتهى له اول ما طلع من المدرسه: ماما ال5 جنيه فين؟ قلت له معرفش. قال لي لا، اكيد لقيتيها. هو برضه عرف ان انا اكيد لقيتها. فقلت له اهي، انا مره ما عدتش تنسى حاجتك، خد بالك من حاجتك. انا بقى بصور لكم النهارده الطيور ليه؟ لان انا بحب الحمام ده. الحمام دوت دايما بطلع السطح بتلاقيه بيجي ساعه ما انا بطلع، بيجي ياكل. بيعرف ان انا اللي بحط الاكل. ده حمام الجيران، مش بتاعنا. فبيعرف ان انا اللي بحط الاكل، وساعه ما بيشوفني بيروح جاي عليا، وانا ما بكرشوش، بسيبه جنبي. فاخد عليا وبقى بيجي ياكل الاكل مع الطيور بتاعتي، وانا بحب اول الحمام ده فبسيبه. احنا جبنا فول، ده فول حراتي، فول اخضر. قشرناه وحطيت بصله. البصله دي هغمقها، هخليها بني عشان يبقى الفول معمول في صياديه. بصله وشويه زيت، ونغمق البصله ونحط الفول عليها ونقلب الفول شويه. وده حاجات من اللي انا بعملها تتبيله شطه وتتبيله توم بالجزر. هحط برضو على الفول. حطيت الفول وحطيت عليه شويه ميه واسيبه يغلى لما يستوي تقريبا 80 او 90%. حتى لو استوى 100% ونسيتيه عادي يعني، ما بيتهريش ولا حاجه. تحط الرز وهو لسه تقريبا 10%. تظبط الملح، ما تنسيش الملح، وممكن تحط البهارات اللي انت بتحبيها. فانا بروق التلاجة لقيت فيها كذا شدة شبت. الشبت هيبوظ، فرحت لما الشبت، كل الشبت اللي عندي تقريبا حوالي 8، قطعت الجزء ده وغسلت الشبت وحطيت شبت برضو على الفول. بحط عليه شبت وبحط عليه فلفل اخضر، وحطيت عليه من تتبيلة الفلفل بتاعتي الحراقة، وحطيت عليه من تتبيلة التوم بالجزر. تحط عليه الحاجة اللي انت عايزاها. وكان عندي برطمانين فوم مخلل، فضيتهم وغسلت البرطمانات، وفضيت بواقي المخلل في علب صغيرة وحطيتها في التلاجة. وده الفول بعد ما استوى. بقدح عليه شوية زيت. ممكن تاكل عليه بيض مسلوق، وتعملي برضو سلطة الحاجة. وده جرجير، بيض مسلوق وجرجير وسلطة مخلل، حلو قوي. الجرجير والسلطة والمخلل والبرطمانات بعد ما غسلتها. وكان وقشرت البيض بعد ما اتسلق، حطيت عليه حبة ملح وشوية خل وغلى غلوة، وغطيت على البيض عشان هو اخر حاجة هقشرها، عشان لو ما كانش يتسلق زيادة في الماء السخنة بتاعته. ودي السلطة: بنجر، جزر، شبت وبقدونس وجرجير، فلفل، خيار. بحط فيها كل حاجة. شوفوا لونها جميلة ازاي، فيها جميع الالوان. ده الفول بعد ما غرفته. بغرف الفول فيه شوية حتاتة، لان احنا بنحب قاع الفول، بنحب الحتاتة. متنسيش اللايك والشير، ومع الف سلامة.